السلام عليكم. انا اسمي ساره، مصريه عايشه مقيمه في الامارات، محاميه مصريه المفروض، بس ما اشتغلتش في المحاماه. لما جيت الامارات اشتغلت في مجال تاني. اتعرضت النهارده لعمليه احتيال وابتزاز الكتروني، ومش عارفه المفروض اعمل ايه او اخد حقي ازاي. انا بقالي فتره يعني سبت شغلي، عقدي خلص في الشغل وقاعده من غير شغل، يعني بقالي فتره وبدور على شغل، لسه ربنا ما ارادش يعني ان انا الاقي شغل كويس او مناسب يعني. فاوريدي وعندي التزامات وعندي بنت، وانا يعني كان عندي مشكله مع جهة ما دفع فيها مبلغ، ف بدور ان انا ازاي استرد المبلغ ده. حاولت معاهم يعني بالطرق الوديه، رفضوا يعني. فقلت خلاص يعني شوف ايه الاجراءات اللي ممكن تتعمل لاسترداد المبلغ ده. فدخلت على على الانستجرام كده اللي هي الشكوى بتاعت حماية المستهلك. دخلت قدمت الشكوى وخدت رقم، وقالوا لي خلاص احنا هنبحث في الشكوى وهيتم التواصل فيما بعد يعني. بالفعل النهارده لقيت رقم بيتصل بيا، رقم اماراتي. تمام، الو، ايوه انا فلان من وزارة الاقتصاد، قسم حماية المستهلك. حضرتك مقدمة شكوى بتقولي فيها ان في كذا كذا كذا، كل التفاصيل كل حاجة بتتقلي، فما عنديش ذرة شك واحدة ان في حاجة غلط، او ان ده مثلا تلاعب، او ان ده اللي بيكلمني ده نصاب، او ما فيش يعني. كل الداتا كل حاجة اتحكت زي ما انا كاتباها بالظبط. واحنا من حماية المستهلك لازم نرجع لك فلوسك. تمام، فاحنا هنرجع لك فلوسك. طب ازاي؟ انا بحاول يعني اسال افهم استفسر. طب هتبحث الشكوى الاول ولا هترجع الفلوس الاول؟ طب يعني الاطراف، لا انا هرجع لك الفلوس وبعد كده احنا بنبحث الشكوى. اهم حاجه ان الفلوس ترجع لك، وكان بمنتهى الثقه وعارف كويس قوي مرتب كل حاجه، ما فيش ذره شك واحده. بالعكس بعت لي حتى على الواتساب الرقم اللي بيكلمني منه مكتوب متسجل كل حاجه على الواتساب، وزاره الاقتصاد حمايه المستهلك، لوكيشن دبي، وانا اصلا في الشارقة. تمام، وقال لي في تطبيق هتحمليه علشان نعمل اجراءات معينه ومش عارفه ايه. فانا كل ده متخيله زي الابلكيشنات اللي موجوده عندنا بتاعه الهويه او MOI. الناس اللي في الامارات فاهمه انا بقول ايه. فانا تخيلت ان دي حاجه زيها يعني. هنا يعني معتادين ان احنا نعمل الحاجات من خلال الاونلاين يعني. دخل على يعني ايه فهبعت لك على الحساب. فانا متخيل ان هو ياخد رقم الحساب، اتاري هو اصلا كل ده التطبيق ده هو دخل بيه تليفوني. يعني هو اوريدي دخل هكر التليفون، ومفيش ذره حاجه تشككك. بالعكس هو كل كلام منطقي. حتى المسجات اللي كانت بتجيلي على SMS العاديه فيها ارقام، هو اللي كان بيمليني الرقم، يعني مش بيسالني الرقم كام. فانا فجأة لقيت ان في فلوس، انا ما عنديش فلوس في الحساب الحمد لله. في بطاقة الائتمان في 7500 درهم، هم اصلا مش فلوسي، فلوس البنك اللي هو انا لو صرفتهم لازم ارجعهم. فلقيت المبلغ بيتسحب، بيجيلي SMS ان في عمليه شراء تمت. فبقول له ثواني استنى حضرتك، في عمليه شراء؟ لا 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 لا، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، دي رسائل عشوائيه، دي مش عارفه ايه، احنا بنرجعلك فلوسك. احنا يا فندم ازاي؟ ثواني، لا احنا بنرجعلك فلوسك، انت في ايه؟ طيب ايه الحل؟ الصرفه يعني ما فهمتش. قال لي هتجيلك رساله بعد كده
على الواتساب، انا هبعتلك اقولك خلاص الفلوس دخلت في حسابك، شيكي على الابليكيشن بتاع البنك عندك. يا فندم ثواني، قال لي لا خلاص احنا كده تمام، البنك المركزي بس الفلوس هترجع لك، هتسترد وكده، اللي انت دفعتيها في الموضوع اللي انت مقدمه فيه الشكوى او بسبب الشكوى. قفلت بدخل على الابليكيشن بتاع البنك، لقيت ان انا عليا مديونيه ب7500 درهم في عمليه شراء تمت على مرتين. حاول اتصل بيه تاني، اتصل بيه اكتر من مره ما بيردش. اول حاجه جت على بالي ان انا اتصل بخدمه العملاء في البنك، ردوا عليا يعني موظفه مشكوره 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 يعني. قالت لي هو كان بيقول لك تمليه او تو بي او حاجه. قلت لها لا بالعكس، ده هو اللي كان بيقول لي الارقام. قالت لي لا يبقى هو كده راكب التليفون نفسه، يعني هو مهكر التليفون نفسه، يعني هو كده مهكر موقع حمايه المستهلك ومهكر تليفوني من خلال اللينك اللي بعته. قلت لي انا هعمل لك بلوك على البطاقه، وهعمل لك بلوك على الحساب، وهعمل لك بلوك على كل حاجه، وهقفلها، وهو كده شكله مهكر موبايلك، فخلي بالك، ولازم تغيري بقى رقم تليفونك، تغيري الميل يعني. انا برضو مش مستوعبه هي بتقول ايه. طبعا ما حاولت اكلمه، قبل ما اكلمها ما كانش بيرد، كان بيكنسل. فجاه لقيته هو اللي بيتصل، فرديت ايوه، هو في ايه حضرتك، هو ليه كده يعني هو انت مين؟ انا من حمايه المستهلك. قلت له لا اكيد انت مش من حمايه المستهلك، دي عمليه نصب. انا سحبت من عندك الفلوس، مش انتي محاميه؟ قلت له عرفت كمان ان انا محاميه؟ فقال لي انا دخلت تليفونك، خدت كل الصور، شفت صورك وشفت النوتس بتاعتك وشفت كل حاجتك وشفت كل حاجه على التليفون. طب ليه انت استفدت ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ يعني اللي هو المجرم بقى اللي بيطمن على الضحيه. ليه؟ هو كده هتتعاوني معانا ولا تروحي بقى تشوفي هتسددي الفلوس اللي احنا سحبناها دي ازاي؟ انا النهارده طبعا مش عارفه اتكلم، مش عارفه اقول ايه. ليه انت بتعمل كده؟ وليه؟ وانت مين؟ وتبع ايه؟ وانت مستحيل تكون مواطن اماراتي، مستحيل. رد عليه قال لي لا انا مش اماراتي، انا فعلا مش اماراتي، بس بيتكلم بنفس اللكنه بالظبط. طبعا انهارت، وهو بيحاول بقى يبتزني بالصور والحاجات اللي على موبايلي. انهارت وقفلت، وطبعا جريت اشوف اي وسيله اشتكي بيها، اكلم اي حد يساعدني. رحت الشرطه، عملت بلاغ على MOI. يا جماعه طب دلوقتي الموضوع كمان مش موضوع نصب واحتيال الكتروني مادي بس، لا، في ابتزاز. النهارده الراجل ده دخل هكر تليفوني، دخل اخد اللي اخده من على التليفون، اي مكان صور، اي مكان ايه، عشان يبتزني بيه تاني. يعني هو لو كان لقى لسه في فلوس في الحساب مثلا كان خدها، هو ما لقاش فلوس يعني ما صعبتش عليه حتى، يعني اللي هو اخد اللي في الكريدت. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، عايزه اي حد يساعدني، يعني مش عارفه اتصرف ازاي، اقدر اخد حقي ازاي غير البلاغ. هل مثلا هيوصلوا له، هيعرفوا يوصلوا له، الفلوس هترجع مثلا للبنك؟ لان اوريدي دي مش فلوسي. طيب حاجتي الشخصيه اللي على الموبايل، يعني لا مش عارفه اتصرف، مش عارفه، محتاجه اي حد يسمع يساعدني، لان انا فعلا مش عارفه اتصرف.